لحقوق الإنسان. وفي سنة 2012 عينه جلالة الملك وزيرا للعدل والحريات، كما حظي سنة 2013 مجددا بثقة جلالة الملك حيث عينه وزيرا للعدل والحريات. السيد ناصر بوريطة الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حاصل على شهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي العام. شغل السيد بوريطة سنة 2002 منصب رئيس مصلحة الهيئات الرئيسية بالأمم المتحدة قبل أن يعين مستشارا بهيئة المغرب لدى المجموعة الأوروبية ببروكسل، ومنذ 2011 تم تعيينه كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، منصب شغله إلى أن عينه جلالة الملك وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون سنة 2016. السيد محمد أجار الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزيرا للعدل، حاصل على الإجازة في الحقوق، عضو للمكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مؤسس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. انتخب السيد أجار نائبا للكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكان جلالة المغفور إلى الملك الحسن الثاني قدس الله روحه قد عينه سنة 1998 وزيرا مكلفا بحقوق الإنسان قبل أن يعينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نفس المنصب سنة 2000. وفي سنة 2014 عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. السيد أحمد توفيق الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، نال سنة 1967 شهادة السلك الثالث في التاريخ بالرباط، عمل نائبا لعميد كلية الآداب بالرباط، كما شغل منصب مدير معهد الدراسات الإفريقية ومحافظا للخزانة العامة من سنة 1995 إلى 2002. شغل السيد توفيق منصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ أن عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2002، وجدد فيه جلالته الثقة في المنصب نفسه في مارس 2012 وأكتوبر 2013. السيد محمد بوسعيد الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وزيرا للاقتصاد والمالية، حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس وشهادة الماستر في إدارة الأعمال من المدرسة نفسها. وفي سنة 2004 عين السيد بوسعيد وزيرا للتحديث القطاعات العامة قبل تعيين سنة 2007 وزيرا للسياسة